السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، معاكم أختكم في الله مامة عمر وكريم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل دقة، طريقتها جميلة جدا جدا جدا، تنفع في كل حاجة. تنفع تحطيها على الأكل بدل الملح فقط، تنفع تحطيها على الفول بقى وعلى الطعمية، عجينة الطعمية كده، وعلى كل حاجة كل حاجة كده. وهم بجد، هي بتتباع في السوبر ماركت أو عند العطار أو العلاف، بتتباع كده في اكياس، الكيس ب2.5 او ب3.5. جبتها مرة خلطة مكتوب عليها خلطة للفول. جبتها بصراحة كانت حلوة، لكن طبعا مش موفرة لان هي عبارة عن معلقة بتحطيها على كيس الفول وخلصت على كده. انا بقى عملتها لكم في البيت بطريقة سهلة جدا وبطريقة جميلة جدا وبمكونات كلها في البيت، هتعجبكم جدا جدا جدا. تعالوا اقول لكم بقى احنا معانا ايه النهاردة. انا معايا كيس ملح، ده كيس ملح يا جماعة. بتجيبيه طبعا، بيفضل ان انت تجيبي الملح الناعم، تمام. ومعاكي جميع البهارات، طلعي كده البهارات كلها اللي عندك في الشقه وتحطيها. هقولك ايه هي البهارات. البهارات بقى كلها اللي معانا النهارده، معانا فلفل اسمر، معانا كزبره، معانا بهارات، معانا شطه، معانا زعتر، معانا جنزبيل، معانا كمون، معانا توم باودر، معانا بصل باودر، معانا كاري كركم. ومعانا بقى مكون هقوله لكم بقى في الاخر خالص خالص. دي التركايه الروعه بصراحه، دي التركايه الحلوه قوي قوي قوي. طبعا كل حاجه بتحطي منها معلقتين كبار، تمام. كل حاجه بتحطي منها معلقتين كبار، بيديكي بقى في الاخر خلطة رهيبة. وشمي كده بقى ريحتها، ينفع وانت بتعملي البانيه تحطي عليها، جميلة جميلة جميلة. يلا بينا، هقول لكم هنعملها ازاي، وهقول لكم ايه بقى الحاجة، المكون الاخير اللي بيديها طعم جميل جدا جدا جدا. يلا بينا. بصوا بقى، كل اللي هنعمله هنجيب طبق كده، بولة كبيرة معانا، وهننزل فيها الملح والبهارات بتاعتنا كلها على بعض كده. عرفنا يا جماعة ان احنا هنحط من كل البهارات اللي عندنا في الشقة. طلعي كل البهارات اللي عندك واعملي حاجة مش مكلفة خالص 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 والله يا جماعة، وبتدي طعم للأكل بجد حلو قوي لما بتحطيها كده على البطاطس، ولما بتحطيها على الفول، بتدي طعم مختلف تماما تماما. بجد خلطة حلوة جدا هتعجبكم. قلبناهم كده تقليبه حلوه مع بعض. انا بقى مش عايزه اقول لكم ريحتها ما شاء الله عامله ازاي. المكون بقى بتاعنا اللي انا بحب اضيفه قوي عليه، هجيب معلقتين من السمسم، معلقتين سمسم محمر يا جماعه، مش سمسم ابيض. بروح طحناهم معلقتين كبار كده او 3 معالق، وبروح طحناهم وبحطهم على الدقه بتاعتي. يا سلام على الجمال والطعامه، بصراحة بتبقى أكتر من روعة، جميلة جدا جدا جدا. عايزاكم كده تجربوا الدقة بتاعتنا دي، هتعجبكم قوي قوي قوي. نور طبعا كانت نايمة ولسه صاحية، طبعا صاحية ماما ماما مام صاحية جعانة. هي دي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة. بصوا يا جماعة لونها وبصوا جمالها، حاجة جميلة وريحتها خرافة. ولو حطيتيها على الفول بتاعك أو على البطاطس، بتديكي بقى طعم خيالي يعني. وبكده نكون خلصنا خلاص الدقة بتاعتنا. بصوا يا جماعة عملنا كمية قد ايه. طبعا بقى ولا تقولي لي 2 جنيه ونص ولا 3 جنيه ونص، انت عملتي كمية هتكفيكي وقت طويل جدا. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة. ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.